لو انت شغال في السوشيال ميديا انت لازم تكون عارف كل الكلام ده. ازيكم يا جدعان، انا باسل وده برنامج باسل على الطريق. يلا بينا. النهارده انا هتكلم شويه عن مجال التصوير والمونتاج والكلام ده كله، عشان في ناس بتسالني هل المجال كبير، في شغل كتير، فلوسه كويسه، الكلام ده كله. بصراحه هو كويس وشغل كتير وفلوس كويسه، بس على حسب انت بتشتغل فين او مكانك ايه. يعني اي شغلانه فيها انك تشتغل في شركه كبيره او في شركه صغيره، بناء على ده انت بتقدر تشتغل بفلوس كويسه او بفلوس قليله. عشان تبقوا عارفين المجال كبير قوي. لو انت دخلت المجال هو في كمية شغلانات فيه كتير انتوا مش متخيلين. يعني مثلا مجال التصوير بس لوحده، في اللي بيصور، في الدي او بي اللي هو مدير التصوير، وفي الجافر اللي هو بتاع الاضاءة، ويعني في حاجات كتير قوي لمجال التصوير بس. يعني حتى الكاميرا مان ده بيمسك الكاميرا يصور الحاجة اللي مدير التصوير بيقول له عليها. فانتوا متخيلين ان الكاميرا كام شخص بيشتغل عليها؟ في شخص بيغير العدسات، في شخص بيعمل الفوكس بتاع الكاميرا، في شخص بيمسك الكاميرا عشان يصور بيها، وفي شخص بيقول لهم يصور ازاي. غير طبعا بقى كل الناس اللي هم الاسيستنتس والجريب والكلام ده كله، اللي هم بقى بيساعدوا لو انت هتحط الكاميرا عايز تحطها في حته مثلا على حبل او على حيطه ايا كان. بس فكل ده بقى في مجال الكاميرا بس، مش مجال التصوير، ده مجال الكاميرا بس. في الايديت في برضو حاجات كتير قوي للبوست، في اللي بيأديت، في اللي بيعمل ساوند ديزاين، في اللي بيعمل الكالرنج، في اللي بيعمل الفي اف اكس والانيميشن، في بقى مجال مثلا الارت دايركشن. الارت دايركشن ده بقى اللي بيعمل الست، الوان العفش اللي موجوده، الوان الحيطه، اللمبه تبقى ورا عامله ازاي. في مثلا الهير اند ميك اب ده اللي هم بقى بيظبطوا بقى الشكل عامل ازاي، والستايلست. وفي بقى اللوجيستكس والبرودكشن نفسه، وفي الاخراج. يعني الاخراج ده برضو لوحده فيه ناس كتير قوي بتشتغل فيه، زي مثلا المخرج نفسه ومساعد المخرج. فهو مجال كبير. في شغلانه اسمها الدي اي تي اللي هو بياخد منك الماتيريال وبينقلها وبيظبط لك الفايلز، بيقول لك كل فايل اتسمى بايه، الماتيريال اتسجلت على انهي فورمات، الكلام ده كله. الشغلانه دي مهمه قوي، رغم ان احنا مثلا بالنسبه لنا انت هتنقل ماتيريال بس مش موضوع. لا، هي الموضوع اكبر من كده بجد. بيدي للإديتور كل حاجه كده منظمه، مفيش حاجه متلخبطه. في السينما بالذات انا كنت لما بروح ست او اجي اتفرج على بيهايند ذا سينز اللي بيحصل، بلاقي ناس كتير قوي في الست. يعني في اللوكيشن نفسه بلاقي ناس كتير قوي، ببقى مش فاهم يعني هو ليه الناس دي كلها. ما هو واحد يجيب الكاميرا والمخرج يجي معاه ويصوره وخلاص. هو ليه الموضوع واخد كل الناس دي؟ لحد ما فهمت بعد ما دخلت بقى المجال وشفت اللوكيشن بنفسي وفهمت كل واحد شغلانته ايه، اكتشفت ان كل واحد مهم. فهو مجال كبير. انت لو دخلت المجال هتلاقي فيه اوبورتيونيتيز كتير، على حسب بقى انت بتحب ايه. يعني مثلا انا عن نفسي انا مش بحب الستايلينج والارت دايركشن والكلام ده كله، انا بحب التصوير والإيديت. انا عارف ان انا بحب ده وبحب الإيديت اكتر. اكتشفت ده بقى ازاي؟ لما باجي اتفرج على فيلم او فيديو او كده، اول حاجه بتشد انتباهي هو الإيديت مش التصوير. اللي انا بقى عايز اقوله ايه بقى، ده مجال السينما، ان كل شخص بيعمل شغلانه واحده بس. لو انت شغال في السوشيال ميديا انت لازم تكون عارف كل الكلام ده، لان هو بيصور وبيأديت وبيكالر وبيساوند ديزاين، وبيقول للشخص يلبس ايه، بيظبط له يعني الوردروب، وبيجيب اللوكيشن، وبيصور الساعه كام، برودكشن اهو، ويعمل الاضاءه بتاعه التصوير. هو بيعمل كل حاجه لوحده، الوان مان كرو ده. بس انت هتقول طب ما ده كده بيشتغل اكتر من اللي في السينما. لا، ده مش حقيقي. ليه بقى؟ لان اللي في السينما هو متخصص في حاجه واحده بس. اللي ماسك مثلا الكاميرا اوبريتور ده متخصص في الكاميرا دي، هو بيعمل فيلم ساعتين. متخيلين كميه الداتا اللي بتتصور؟ هنا في السوشيال ميديا بتعمل فيديو دقيقه دقيقتين، لو يوتيوب بيبقى اكتر شويه، فيديوهات السوشيال ميديا بتبقى اسرع. انا عن نفسي انا جربت الاثنين، بس انا بحب مجال السوشيال ميديا اكتر، عشان انا بحب اعمل كل حاجه بنفسي. بحب اصور وايديت وساوند ديزاين، الكلام ده كله. بحب اعمل كل حاجه او اكون فاهم في كل حاجه. بس ودي كل حاجه. اي حد عنده سؤال يقول لي. وما تنسوش بقى اللايك والكومنت والشير والسبسكرايب والحاجات دي كلها، وتدوسوا على علامه الجرس عشان يجيلكم نوتيفيكيشن لما الفيديو الجديد ينزل. واشوفكم الاسبوع اللي جاي بفيديو جديد ان شاء الله. سلام.